السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد من برنامج الفرود. مباراة أخيرة في دور المجموعات تفصل منتخب مصر عن اللعب رسميا في دور ال16 مع المتأهل إن شاء الله من ثالث المجموعة الأولى. فبعد ما حسم منتخب مصر معركة صدارة المجموعة أمام منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الحقيقة كانت صعبة جدا وشرسة جدا، خلاص منتخب مصر حكم وحسم المباراة الأخيرة كمتأهل لدور ال 16 أول المجموعة. حتى لو اتهزم في المباراة الأخيرة هيكون برضو أول المجموعة بعد تعادل زيمبابوي مع أنجولا وفوز منتخب مصر على منتخب جنوب أفريقيا. فالمباراة اللي جاية دي برضو مش هتبقى مباراة سهلة على منتخب مصر، لأن منتخب أنجولا جاي وعشمان بقى إن هو يكسب ويبقى معاه 4 نقط ويصعد حتى كثالث المجموعة في أسوأ الظروف لو فاز منتخب زيمبابوي على منتخب جنوب افريقيا او فاز منتخب جنوب افريقيا على منتخب زيمبابوي كمان. واعتقد ان كابتن حسام حسن مش هيلعب بالتشكيله الاساسيه خالص، يعني هنشوف بقى المباراه دي هيبقى فيها ال 11 لاعب كلهم بدله، يعني يبقى حراس المرمى احمد الشناوي او مصطفى شوبير، خط الدفاع هيبقى حسام عبد المجيد وخالد صبحي، وعلى اليمين هيبقى احمد عيد، وعلى الشمال هيبقى احمد فتوح. خط الوسط هنشوف مهند لاشين ومحمد شحاته ومحمود صابر. خط الهجوم هيبقى مصطفى محمد وكمان ابراهيم عادل، وراس الحربه هيبقى اسامه فيصل. في الغالب هيبقى اسامه فيصل، مش هيبقى اللاعب صلاح محسن، او ممكن يبقى صلاح محسن عادي جدا. ففرصه نشوف اللعيبه دي ونتفرج عليهم ونشوف ادائهم. واعتقد كابتن حسام برضه هيحط التكتيك المناسب للمباراه دي. هو سلاح منتخب انجولا في المباراتين اللي فاتوا هو الكرات الثابته والكرات العرضيه، بيلعب عليها بشكل كويس قوي، بيسجل منها اهداف. فان شاء الله كابتن حسام يلعب بتكتيك مناسب للمباراه دي. ووجود حسام عبد المجيد وخالد صبحي اتنين طوال. حسام عبد المجيد لو ركز شويه وما بقاش عنده هفوات دفاعيه، حسام مدافع جامد جدا يعد من احسن المدافعين في مصر. لو ركز بس وما بقاش عنده هفوات مع خالد صبحي، الدفاع هيبقى شكله كويس جدا، بوجود طبعا احمد فتوح بشخصيته الكبيره، احمد عيد الموهوب واللاعب اللي لما كابتن حسام بيعتمد عليه، سواء بقى لما لعب مركز المدافع الايمن او لما شفناه في مباراه بوركينا فاسو كان بيلعب قدام محمد هاني في خط الوسط، الحقيقه كان قايم بدور جامد جدا. فاحمد عيد برضو لعيب كويس. خط الوسط مهند لاشين، محمد شحاته ومحمود صابر، النجوم بقى اللي تألقوا مع المنتخب الاولمبي بالاضافه لحسام عبد المجيد. طبعا مهند لاشين كان في الجيل اللي قبليهم مع رمضان صبحي وباقي النجوم تألق برضو مع المنتخب الاولمبي. فمحمد شحاته ومحمود صابر متألقين جدا، عندهم مهارات فرديه كتير جدا. محمود صابر بيتمتع بالشوط من بره 18 ومحمد شحاته كذلك. محمد شحاته بيلعب كرات كتير حلوه ويعتمد عليه في نص ملعب منتخب مصر بشكل كبير جدا. ابراهيم عادل عنده المهارات، مصطفى فتحي كذلك الامر، اسامه فيصل بيحاول، صلاح محسن لو بدا برضه لعيب موهوب. فان شاء الله هنشوف مباراه حلوه. كابتن حسام بيقدر يحط التشكيل والتكتيك المناسب لاي مباراه، زي ما شفنا مباراه نيجيريا اللي كان بيستعد، اللي هي كانت المباراه اللي بيستعد بيها لكاس الامم، كسبها وكان بيلعب من غير صلاح ومرموش وتريزيجيه، كان بيلعب من غيرهم، وكان بيلعب بزيزو ومحمود صابر في الهجوم، وكان قدام تقريبا صلاح محسن على ما اتذكر. وكان خط الدفاع حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم اللي كنا اول مره نشوفهم لعب بيهم عادي جدا وكسبوا المباراه. فالحقيقه هتبقى مباراه نوعا ما هتبقى شاده شويه، بس ان شاء الله منتخب مصر قدها وقدود، وباذن الله يحسمها كابتن حسام حسن ورجالته ويصعدوا بالعلامه الكامله ان شاء الله. ربنا يوفقهم في المباراه اللي جايه، وبتمنى لكم طبعا مشاهده ممتعه. وكان معكم احمد عمير وبرنامج الفرود. السلام عليكم.